يبدأ مسلسلنا النهارده بليزا بطلتنا اللي بتشتغل عاملة توصيل، وبنشوفها وهي رايحة توصل اوردر وبتضحك وبتهزر مع الناس اللي في الشارع، وبيكون واضح انها اجتماعية ومحبوبة. المهم انها لما بتوصل الشركة اللي هتسلم فيها الاوردرات بتلاقي ناس متجمعين حوالين واحدة مش قادرة تاخد نفسها، وما بيكونش في حد منهم حتى بيحاول يساعدها، فبتفتح الكاميرا على موبايلها وبتروح تساعد الست دي واللي بيكون اسمها جريس. وبعد ما بتطلع لها ادويتها من الشنطة وبتاخدها حالتها بتتحسن. وهنا بنعرف ان الهدف من ورا تصوير ليزا للفيديو هو انها تاخد احتياطها علشان لو السيدة جريس حصل لها اي حاجة يكون معاها اللي يثبت انها ما عملتش اي حاجة اكتر من انها ساعدتها تاخد الادوية وبس، وده طبعا علشان ما تلبسش في الحيط بعد كده. وفي الوقت الحالي السيده جريس بتشكرها على مساعدتها، ولما بيقعدوا يتكلموا سوا بتحس قد ايه هي طيبه، فبتقول لنفسها ان مفيش انسب منها تكون كنه ليها. وكمحاوله لانها تعرفها على ادم ابنها الكبير بتطلب منها تتصل بيه بحجه انه يجي ياخدها، وده علشان لما يجي تستغل الفرصه وتعرفهم على بعض. وبالفعل ليزا بتتصل بيه، ولكن في نفس اللحظه دي بيجي لها رساله بانها لو ما وصلتش الاوردر خلال كام دقيقه بس الزبون مش هيستلموا منها، وهي اللي هتتحمل كل التكاليف، وفوق كل ده هتطرد كمان من الشغل، وعلشان كده بتضطر انها تمشي. ومع ذلك السيده جريس بتقرر انها مش هتستسلم بسهوله كده، ولانها ما بتكونش عارفه لا عنوانها ولا حتى اسمها بتتصل بالمساعد بتاعها وبتديله رقمها علشان يتصرف هو ويجيب لها كل التفاصيل. وبالليل لما ليزا بترجع لبيتها بتلاقي ان في حد راملها لبسها قدام العماره، وفي الوقت ده بتلاقي بارك جوزها جاي يقول لها بكل بجاحه ان هو اللي عمل كده وانه خلاص طلقها وما بقتش تلزمه. وقبل ما تفوق من صدمتها بتلاقي سوزي بنت عمها جايه وبتقول لها انها مرتبطه بيه بقالها 6 شهور وانها دلوقتي حامل منه وعلشان كده هو طلقها. وبنعرف ان بارك ما كانش مكفيه انه بيخونها فغفلها وخلاها تشتري شقه باسمه وتسدد هي الاقساط، ودلوقتي بكل بجاحه بيطردها منها وهو مش دافع فيها ولا حاجه، وهي من قهرتها ما بتقدرش تستحمل ده. وفي لحظه كده بتتهور وبتديله ضربه برجليها بتسفلت بيه الارض، ولما سوزي بتحاول تضربها وهي بتقول لها ازاي تتجرأ وتعمل كده بتزقها على الارض. وهنا بارك بيتحمق لها وبيكون هيضربها، ولكن بيلاقي 3 عربيات بيقفوا قصادهم وبينزل منهم 3 شباب زي الورد، وبيكون واضح انهم ولاد ناس ومحترمين، وده لان واحد منهم بيروح يدافع عن ليزا، وبنعرف ان دول ولاد السيده جريس، ولان ليزا ما تعرفش ده فبتكون واقفه مش فاهمه اي حاجه خالص. وفجاه بتلاقي تشانج اللي دافع عنها بيقول انها مرات ادم اخوه، وقبل ما ترد بيشيلها وبياخدها لعربيته، وبيروح ادم واللي بيكون واضح ان مش عاجبه اللي بيحصل ده من وراهم، بينما جاك اخوهم الصغير بيسفلت ببارك الارض. وفي الوقت ده ليزا بتحاول توضح لتشانج انه فاهم غلط وانها مش زوجة اخوه ولا تعرفهم اصلا، ولكن بتتفاجئ بيه بيوصل لها معلومات عنها محدش يعرفها غيرها. واول ما بيوصلوا لبيتهم واللي بيكون عباره عن قصر بتقف مبهوره من جماله، وهنا ادم بيجي يتكلم معاها بكل برود وبيقول لها تدخل لان والدته مستنياها، وبسبب التكشيره اللي مش مفارقه وشه بتبدا تقلق منه، وخاصه لما اخواته بيقولوا لها انه اكبر واحد فيهم يعني هو اللي هيتجوزها، وبيلاحظوا خوفها فبيطمنوها بانه يبان عليه شديد وعصبي وكده ولكنه شخص طيب جدا. وفي اللحظه دي هي بتتشنكل وبتكون هتقع، بس تشانج بيلحقها على اخر لحظه وبياخدها وبيدخل البيت، واول ما امه بتشوفها بتقف تسلم عليها وهي مبسوطه انهم اتقابلوا مره ثانيه، بينما هي بتطمن اخيرا وده لانها كانت فاكره انها مخطوفه وان الليله دي هتنتهي بانها تتباع اعضاء ولا حاجه. المهم اننا بنعرف ان السيده جريس عندها ولدين كمان اللي هم كارتر وجيون، وقبل ما ليزا تاخد نفسها بتلاقيها بتقول لها انها حبتها كابنه ليها وعلشان كده عايزه تربطهم علاقه قانونيه ببعض، وللسبب ده عايزاها تتجوز واحد من ولادها ومش هتفرض عليها تختار ادم لانه الكبير وكده، وممكن تختار اللي يعجبها منهم، ولان ليزا ما لحقتش تفوق لسه من خازوق بارك بترفض الكلام ده كله. محاولة من السيدة جريس لانها تغير رأيها بتتفق معاها بانها تفضل عايشة معاها في نفس البيت وتتصاحب على اولادها، ولو حصل اعجاب فيما بعد لحد منهم تعرفها وهي هتوافق بينهم. وهنا تشانج بيروح يوصلها لاوضتها علشان ترتاح، بينما ادم كلام امه ما بيكونش عاجبه فبيقعد يلوم عليها بان ازاي تثق كده في واحدة ما تعرفهاش، وفوق كل ده خلتها تعيش معاهم وعايزة كمان تجوزها واحد من ولادها، وبيكون مستني انها تقول له خلاص ما يزعلش نفسه وانها مش هتجبره هو واخواته على الجواز، ولكنها بتفتح له اسطوانة ان كل اصحابها شالوا احفادهم وان هو واخواته كل ما تفتح لهم سيرة الجواز يهربوا منها، وبتنهيها معاه بانها واثقة في ان ليزا بنت كويسة ومش هتغير رأيها. وعند تشانج بيكون واضح انه معجب بليزا فبيعرض عليها يخرجوا في موعد سوا، ولكنها بتتقل وبتقول له لا وانها لسه على قرارها ومش عايزه تتجوز، وبيقعدوا يهزروا مع بعض لحد ما هو بيمشي علشان تنام. وتاني يوم هي بتصحى على صوت المنبه وبتكون متاخره على شغلها فبتقوم سريع سريع كده علشان تجهز، وفي الوقت ده بتتفاجئ بخادمه جايه تسالها تحب تفطر ايه، والتانيه بتكون جايه تطلب منها تيجي تجرب اللبس اللي تشانج اشتراه لها، ولما بتروح معاه بتلاقي انه شاري لبس كتير جدا فبترفض تقبله كله لان كل قطعه منه بملايين، وفي النهايه بتختار فستان واحد بس وبتاخده، واول ما بتجربه وبيشوفها بيه بيقف مكانه مبهور، ومن نظراته بيكون واضح انه واقع في حبها بجد، وبيكون الفستان مبين اكتر من اللي مداريه وعلشان كده بتتكسف وبتقوم مبدلاه بواحد تاني بيخلي باقي العيله كلها مبهورين من جمالها، وبيكون واضح كده ان ادم هو كمان بدا ينجذب ليها، وده لان من اول ما بيشوفها بالفستان وبيتوتر وما بيكونش عارف يتكلم كلمتين على بعض، وفي الاخر بياخد بعضه وبيمشي بحجه الشغل. ولما كارتر بيجي علشان يمشي على شغل هو كمان بيتفاجئ هو وباقي العيله بليزا وبتطلب منه يديلها رقمه، فبيقولوا اكيد معجبه وبتجر ناعم وكده، ولكن في الاخر بيطلعوا ظالمينها، وكل الحكايه ان كارتر محامي وهي كانت بتفكر ترفع قضيه على بارك بخصوص الشقه اللي لهفها منها، فكانت عايزه تاخد رايه بس مش اكتر، فبتديلها السيده جريس فيزا فيها مبلغ كبير جدا علشان تصرف منه على نفسها، وبتكون رافضه تاخدها ولكن بتصمم عليها. وفي الشركه عند ادم بيخلي مساعده يجيب له كل تفاصيلها، ومن التفاصيل دي بيعرف انها بنت الشخص اللي كان شغال حارس لابوه قبل ما يتوفى في الحادثه، والمفروض ان في الوقت اللي ابوه عمل حادثه كان ابوها معاه ولكنه اختفى ومحدش قدر يوصل له، فكان ادم شاكك ان هو اللي ورا الحادثه دي، ومن هنا بيشك ان ليزا اتعمدت تقرب من والدته وكانت خطتها من البدايه تدخل العيله، فبيقرر يعين لها شخص يراقبها علشان يشوف ايه خططها او ناويه على ايه.
وفي الوقت ده هي بتقرر تكمل في شغلها. ولما تشانج بيعرف ده بيحاول يغير رايها ويقنعها بانها مش محتاجه ده، ولكن بتفضل ثابته على قرارها. وفي النهايه بيستسلم وبيروح يوصلها بنفسه. واول ما بيوصلوا بتتفاجئ ان الاسكوتر اللي بتوصل عليه الطلبات اتسرق، وساعتها بتنهار لانه كان غالي عليها جدا. وبعد ما بتهدى بتقول ان مفيش غيره بارك اللي يعمل كده. ولما بتروح تواجهه مش بينكر وبيقول لها ان بالفعل هو اللي سرقه وكمان باعه. وبكل بجاحه بيتباهى بانه باع اللابتوب بتاعها اللي كان عليه الروايات اللي بتكتبها. ولحد هنا بقى بتجيب اخرها، وفي لحظه تهور بتدخل تجيب سكينه من المطبخ وبتكون هتخلص عليه، ولكن تشانج بيلحقها على اخر لحظه. وبعد ما بياخدها وبيمشي بيوعدها بانه هيتصرف هو وهيرجع لها السكوتر واللابتوب. ولما بيعرف انها خلاص شخصنتها مع بارك ومش هتسيبه غير لما تنتقم منه، بياخدها وبيطلع على اخوه كارتر وبيتفقوا معاه يرفعوا دعوه ضده علشان ليزا تثبت ان الشقه بتاعتها وتاخدها منه، لان دي بقى اكتر حاجه هتقهره. وبيكون هو ملاحظ اعجاب تشانج بيها، فبيقعد يقلش عليه علشان يعترف، ولكن بيتقل وبيقول له ما حصلش. وكل الحكايه انها صعبانه عليه علشان عانت كتير في حياتها. واول ما بيرجع البيت معاها بيفاجئها بانه رجع لها الاسكوتر واللابتوب زي ما وعدها بالظبط، فبتتبسط وبتقعد تشكر فيه، وحرفيا بتكون مش مصدقه نفسها من الفرحه. وفي الاخر بتحضنه وبيكون واضح كده ان هي كمان بدات تعجب بيه، وده لانها بتقول له انها عايزه تعرف معلومات اكتر عنه. وفي اللحظه دي بيكونوا هيقربوا من بعض، فليزا بتاخد بالها ان جاك شايفهم فبتبعد وهي محرجه. وفي نفس الوقت ده ادم بيكون قاعد يتفرج على صوره ليها وهي صغيره، وبيرجع فلاش باك ليوم جنازه ابوه لما امها جت معاه وهي صغيره علشان تعتذر لهم ان جوزها ما قدرش يحمي ابوه لما تعرض للحادثه اللي مات فيها. ووقتها كان هو متعصب وقال لها ان اكيد جوزها هو اللي كان مخطط لوفاه ابوه اصلا. فتعصبت ليزا من كلامه ده على الرغم من انها كانت لسه صغيره، وقالت له ما يتكلمش على ابوها بالشكل ده وانه شخص كويس واستحاله يعمل كده. وفي الوقت ده مساعده بيجي يقول له ان ابوها لسه عايش، وانه عارف ان السنين دي كلها كان مسافر بره ورجع من حوالي اسبوع ولكن بهويه مزيفه. وبسبب الكلام ده هو بيبدا يشك اكتر واكتر في ان ابوها هو اللي خطط لموت والده زي ما توقع، والا بقى ليه اختفى كل السنين دي وغير هويته. وبيشك ان هي كمان دخلت لعيلته بتخطيط مع ابوها لهدف ما يعرفوش. وفي البيت بتكون قاعده تراجع الروايات بتاعتها على اللابتوب وبتكون مبسوطه انهم ما اتمسحوش. ولما تشانج بيسالها بتجيب وقت للكتابه منين وشغل التوصيل واخد كل وقتها، بتوضح له انها بتستغل وقت تجهيز الاوردرات وبتكتب في الوقت ده. وفي اللحظه دي هو بياخد باله انها كاتبه سيناريو الفيلم بيتم انتاجه الفتره دي وهو مستثمر فيه. ولما بيسالها اذا كانت هي اللي كاتباه فبتاكد عليه وبتعرفه انها كل ما بتكتب فصل صاحبتها بتاخده تراجعه، فبيعرف انها بتتغفل منه. وبالليل بيروح يقابل المخرج واللي بيكون صاحبه، ولما بيعرف ان صاحبتها بتشتغل معاه وناسبه السيناريوهات لنفسها بيتاكد من شكوكه. ومن اللحظه دي بيقرر انه يساعد ليزا في انها تشتغل في المكان اللي تستحقه ويستثمر في السيناريوهات بتاعتها. وفي الوقت ده ادم بيرجع البيت وبيعرف بخصوص ان والدته بتخطط لخطوبه ليزا وتشانج علشان شايفه ان في اعجاب متبادل بينهم، فبيعرفها بهويه ليزا الحقيقيه على اعتقاد انها تغير رايها. وبخصوص شكوكه في ان والدها ليه علاقه بوفاه ابوه، ولكن في الاخر بتطلع عارفه هويتها اصلا، وبتكون واثقه ان ابوها ملوش اي علاقه بوفاه جوزها، وده لانه كان شخص كويس. وبتفكر ادم بعدد المرات اللي انقذوا فيها هو وابوه من الاغتيالات اللي تعرضوا لها. وفي اللحظه دي تشانج بيجي يقعد معاهم، فبتقفل على الموضوع وبتحور بانها كانت بتتكلم مع ادم بخصوص الشركه والشغل. وعند ليزا صاحبتها بتتصل وبتطلب منها تكتب لها سيناريو جديد لمشروع مطلوب منها في الشركه على اساس انها تديها كل الفلوس اللي هتاخدها من وراه، بينما هي بتحور عليها وبتكون ناويه تديلها شويه ملاليم. ومع ذلك ليزا بتكون مبسوطه وبتتبسط اكتر لما تشانج بيفاجئها بانه اشترى لها لابتوب هديه، وده لان اللابتوب بتاعها كان خلاص باظ. ولكن مع كل ده بتكون مصممه تدفع ثمنه، وعلشان هو عارفها عناديه ومش هتتراجع عن كل ده بيحور عليها بانه ما اشتراهوش اصلا، وان عنده صاحبه بيشتغل في اللابات اداهوله هديه وهو عنده واحد وعلشان كده مش محتاجه وللسبب ده اداهولها. وتاني يوم اصحاب والدته بييجوا يزوروها، فما بتصدق وبتعرف ليزا عليهم على انها خطيبته بدل ما هم مزهقينها كده كل شويه. فبيقولوا لها طب هم هيتجوزوا امتى؟ ومع ذلك ما بتسلكش معاهم، وبيقولوا لها ازاي تجوز الصغير قبل الكبير، ولانهم صحاب بجد وعشرة سنين فهي مش بتزعل من كلامهم ده لانها بتكون واثقه انهم بيعتبروا ولادها زي اولادهم بالظبط. وقبل ما هم بيمشوا بيقدموا هدايا ليزا بمناسبه الخطوبه، وبيقولوا لها من النهارده تعتبرهم بمثابه امها وما تترددش في انها تلجا ليهم في اي وقت تحتاج اي حاجه. وبعد ما بيمشوا بترجع كل الهدايا للسيده جريس ومعاهم الفيزا اللي كانت ادتها لها قبل كده. ولما بتسالها عن السبب بتقول لها ان هي وتشانج لسه ما اتخطبوش، وغير انها لسه مش واثقه من مشاعرها ناحيته وبترفض انها تاخدهم. فبتقول لها حتى لو ما كانش ليهم نصيب مع بعض الهدايا والفلوس ليها لانها بتعتبرها بنتها مش مجرد واحده عايزه تجوزها لحد من ولادها. وبالليل وليزا قاعده بتشتغل جاك اللي غيران من علاقتها هي وتشانج اكمن ما حدش معبره بيجي يقول لها اشمعنى تشانج اللي قلبها مال ليه، وبيتمسكن عليها بانه اوسم واصغر منه فتختاره هو، وان تشانج كئيب ومش هتتبسط معاه. وكل ده وهي قاعده بتضحك عليه وهو مش فاهم هي بتضحك على ايه، لحد ما بيسمع تشانج من وراه وبيقول له وايه تاني بقى يا بطل. فبيعرف انه ودى نفسه في داهيه وبياخد بعضه وبيجري، بينما تشانج هو كمان بيكون غيران وبيقول ياخد خطوه بدل ما ليزا تتسرق منه. وفي لحظه تهور بيتشجع وبيقرب منها، وعلشان يلم الدنيا من الاحراج بيديلها كارت الشركه بتاعت صاحبه وبيقول لها انه رتب لها انترفيو معاه علشان تبدا شغل هناك. ولما بيلاقي انها مقلله من نفسها وشايفه انها مش هتتقبل بيرد عليها وبيقول لها انها مش مدركه لقيمه المهاره اللي عندها، وانه على العكس خالص شايف بنسبه 99% انها هتتقبل، وده لانها فرصه ما تتعوضش لاي شركه. وبيعرف انها فاكراه عاطل وفاشل لا عنده شغله ولا مشغله ومعتمد على ان امه بتصرف عليه، بس بيفاجئها بان عنده بدل الشركه 3 وبيدخل في اليوم الواحد ملايين. وفي الوقت ده جاك بيكون قاعد مع صحابه في الحانه ضارب بوز، ولما بيحاولوا يعرفوا ماله ده بيقول لهم ان قلبه وجعه بجد وكانه انفصل عن حبيبته بعد 4 أو 5 سنين ارتباط. وبيوضح لهم انه معجب بواحده ولكن صعب يكون معاها، ولانهم مش عارفين ان الواحده دي تخص تشانج بيقولوا له يفرفش كده وهم هيساعدوه، وانها لو مرتبطه برئيس الدوله نفسها هيخلوها تفركش وتجيله. ولكن اول ما بيعرفوا انها البنت اللي تشانج بيحبها بيخافوا على نفسهم، فبيقولوا له لا سلامات احنا يا معلم احنا بره الليله دي، وبدل ما يخلوا عندهم دم ويواسوه على الاقل ولكن لا بيقعدوا يقلشوا عليه انه في الاخر هيبقى عم عيال اللي بيحبها.
بتحبها. وتاني يوم والده ليزا بتتصل وبتطلب منها تجي لها فندق معين علشان تحضر فرح بنت عمها، وفي الفندق بتكون والده سوزي موجوده وبتقعد تلقح من تحت لتحت على امها، ولكن امها مش بتسكت لها وبتقول لها بدل ما هي مركزه في حياتها كده كانت ربت بنتها احسن، بدل ما طلعتها خطافه رجاله وخلتها تسرق بارتي من ليزا، وما بتكونش عايزه تحضر الفرح اصلا لا هي ولا ليزا، بس جايه على نفسها علشان باقي قرايبهم اتحايلوا عليها تحضر. وفي الوقت ده بيجي واحد من المعازيم يقول ان في عربيه وقفت قدام الفندق غاليه جدا وانه واضح ان فيها ضيوف مهمين، فاغلب الموجودين بياخدوا بعض وبيطلعوا علشان يشوفوا مين دول، وبتكون والده سوزي وسوزي معتقدين ان صاحب العربيه يبقى بارك، فبيقعدوا يتباهوا قدام والده ليزا، وفي الاخر بيتخزوقوا وبيلاقوا ان ليزا هي اللي نازله من العربيه، وبيتقهروا لما تشانج بينزل يقول انه حبيبها، وبتكون امها مستغربه من الكلام ده لانها ما عرفتهاش انها ارتبطت، فبتهمس لها بانها تبقى تحكي لها كل حاجه بعدين. وبيوصل بارك في الوقت ده وبيكون جاي في عربيه بسيطه على قد فلوسه، فسوزي بتقلب عليه وبتقول له ازاي ما ياجرش عربيه نظيفه تتباهى بيها، وبيقعد الموجودين يقارنوا بينه وبين تشانج، فعلشان يلم الدنيا بيقول لهم ان تشانج ده ما حلتوش اي حاجه وانه شغال سواق على العربيه اللي سايقها، وليزا جايباه يعمل الشويتين دول علشان تبوظ الفرح. وهنا المعازيم ما بيصدقوا وبينقلوا من التلقيح عليه للتلقيح على ليزا، ولان مش تشانج اللي يسمح ان اللي بيحبها تتهان بالشكل ده بيقرر ينتقم لها، وبيكون عارف ان بارك سارق كارت عضويه لشخص مشترك في الفندق اللي هو اساسا ملك لعيلته، وعلشان كده قدر يعمل الفرح هناك، فبيتصل بمدير الفندق وبيخليه يجي يكشفه قدام كل اللي موجودين، وبصراحه بيبقى شكله وحش قوي، وبيكون مطلوب منه يدفع حجز القاعه يا اما هيتسجن، فبيقعد يتحايل على سوزي وامها يدفعوا له ولكن ولا بيعبروه، وفي النهايه بيقرروا يفركشوا الجوازه، وده لانه كان مغفلهم وراسم عليهم انه غني وما يعرفوش ان ما حلتوش اي حاجه وليزا اللي كانت بتصرف عليه. ولما بيلاقي البيبان اتقفلت في وشه بيكون اتاكد ان خلاص تشانج مش بيمثل وانه ثري والفندق ده يبقى ملكه، فبيقعد يتحايل عليه بلاش يسجنه، ولما بيلاقي الكلام مش فارق له بيتحايل على ليزا تقول له هي، ولكنها كمان برضه ولا بيفرق لها اي حاجه. وفي الوقت ده الشخص اللي ادم معينه يراقب ابوها بيروح يعرفه ان من وقت ما رجع البلد وهو ما بيعملش اي حاجه غير انه بيراقب اعمامه، ولكنه لسه ما اكتشفش السبب ورا ده، وبيوعده بانه هيجيب له معلومات جديده في اسرع وقت. وعند تشانج بيعزم ليزا وامها على الغداء، ولما امها بتسالهم عن علاقتهم ببعض بيعترف لها انه بيحب ليزا بجد ومستعد يعمل اي حاجه علشان تكون معاه، فبتتبسط لهم جدا لما بتسمع ده، ولكن اول ما بتعرف اسم ابوه بتتصدم وبتقرر انها تمشي بحجه انها مشغوله. ولما ليزا بتروح وراها وبتحاول تعرف مالها ما بتقولهاش اي حاجه، ولكن بتخليها توعدها ما تتكلمش معاه لا هو ولا اي حد من عيلته عن ابوها، وده لانها شايفه انهم فاكرين ان جوزها السبب في وفاه ابوه، فاكيد لو عرفوا انه ابوها علاقتها هي وتشانج هتبوظ، وهي بصراحه مش عايزه تبوظ سعادتهم مع بعض. المهم ان بيعدي يوم تاني وليزا شغاله لصاحبتها على سيناريو جديد وبسببه ما بتكونش عارفه تنام، ولما ربنا بيكرمها وبتخلص وبتقول ترتاح شويه اخيرا بتنام على نفسها وهي رايحه للسرير، وبتكون هتقع لولا تشانج اللي بيلحقها على اخر لحظه، وبيكون لسه هيلومها ازاي تضغط نفسها كده، ولكنها بتسند راسها على كتفه، وفي لحظه واحده بتروح في النوم، فبتصعب عليه وبيشيلها ينيمها في السرير، وبعدها بيروح لصاحبه بيعرفه ان صاحبتها بتسرق شغلها، وبيخططوا سوا بانهم يعملوا فخ لصاحبتها دي ويوهموها بانها موهوبه والشركه من غيرها ولا اي حاجه، وفي الاخر يعملوا مؤتمر يخزوقوها فيها ويكشفوا كدبها وينسبوا ليزا كل الشغل اللي سرقته منها. وبالليل لما ليزا بتصحى من نومها بتتفاجئ ان السيده جريس محضره لها العشاء بنفسها، وبيقعد جاك يشاكس فيهم لان من وقت ما ليزا بقت فرد من العيله وامه فكساله هو واخواته ومش بتهتم باي حد غيرها ولا كان هي اللي بنتها مش هما. ولما تشانج بيتقابل مع صاحبه ليزا على اساس يتفق معاها على المؤتمر اللي فاكره انها تتكرم فيه، فبتقول له ان كل السيناريوهات اللي اتكتبت قبل كده هي اللي كاتباها بنفسها، وبتعجب بيه بسبب وسامته او بمعنى اصح يعني بسبب انه غني جدا، فبتقرر انها تلعب عليه علشان يرتبط بيها، مع انها بتكون ملاحظه انه اساسا مش طايقها. وبيعدي كام يوم وهو مش بيرجع البيت علشان مشغول، وبتكون ليزا مفتقداه جدا، ولكن مع ذلك بتتقل وبتقرر ما تتصلش عليه، وبتكون صاحبتها عايزه تقابلها علشان تمضيها على تنازل عن حقوق ملكيه السيناريوهات بتاعتها، وهي زي المغفله بتروح لها وبتكون هتمضي، بس تشانج بيتصل على اخر لحظه وبيقول لها ما تمضيش على اي حاجه، فبتتحجج بان امها تعبانه وبتمشي، وفي النهايه تشانج بيجي ياخدها وبيروح لكارتر، وهناك هو وكارتر بيعرفوها بخصوص ان صاحبتها كانت بتخزوقها وغصب عنها بتزعل لانها كانت بتثق فيها جدا، وفي النهايه بتحلف لا تنتقم من كل اللي هيأذيها بعد كده. ويوم المؤتمر صاحبتها دي بتطلع على المسرح وبتحور على كل اللي موجودين بانها ياما سهرت بالايام والاسابيع علشان تكتب السيناريوهات بتاعتها، وفي اللحظه دي بيطلع تشانج للمسرح على اساس انه هيكرمها، فبيقول لها انه للاسف مش هيقدر يتعاون مع واحده محتاله زيها، وانه قرر يتعاون مع الكاتبه الاصليه اللي هي بتسرق مجهودها بقالها سنين وبتنتشر حقيقتها للصحفيين اللي بيبداوا يهاجموها، ولكن مع ذلك بتنكر ان اي حاجه من اللي قالها حصلت، وبتتهم ليزا بانها غيرانه منها وانها اكيد اللي لفقت لها التهم دي، وبتكون فاكره ان الموضوع عادي كده ومفيش اي ادله، بس المدير صاحب تشانج بيقول لها كفايه حوارات بقى لحد كده، وبيقدم للصحفيين كل الادله اللي تثبت ان تشانج عنده حق، وبعدها بيعتذر لليزا وبيتفق معاها ان من النهارده هي اللي هتشتغل معاه، وفوق كل ده بيدفع لها تعويضات لكل السيناريوهات اللي صاحبتها سرقتهم منها، وبيعترف لها تشانج بمشاعره مره ثانيه وبيعرض عليها الارتباط فبتوافق اخيرا. ومن هنا ادم وجاك بيقرروا يتخلوا عن مشاعرهم ليها، وتاني يوم بيتفاجئوا ان جدهم واعمامهم جايين يقولوا له ينفصل عنها وانها مش مناسبه ليه لانها فقيره، ولكنه ما بيكونش عاجبه الكلام ده، فبيفكر جده انه زمان كان شغال بواب فبلاش يشوف نفسه على الناس. ولما مرات عمه بتعترض هي كمان بيقولوا ان واحده زيها اخر واحده تتكلم، وبيفكرها لما كانت شغاله زمان في الحانات، وبينهي كلامه مع جده انه مش هيتجوز غير ليزا ومحدش من حقه انه يتدخل في ده. وفي النهايه جده واعمامه بيعرفوا بخصوص ان والد ليزا لسه عايش، فمرات عمه بتقترح انهم يعملوا شويه ضجه ويخلوا الصحفيين يقولوا ان هو اللي ورا وفاه ابوه. ويوم خطوبته هو وليزا اخواته بيقدموا ليزا هدايا غاليه جدا، وبيقعدوا يهزروا ويقضوا وقت لطيف مع بعض لحد ما بيلاقوا جدهم واعمامهم داخلين وبيقولوا ان استحاله الخطوبه دي تتم، وبيقدموا ادله بتقول ان والد ليزا كان عايز فلوس من والد تشانج، ولما رفض خلص عليه ورتبها على انها حادثه وهرب. ومع ذلك تشانج بيفضل متمسك بليزا برضه، وبيقول ان حتى لو كلامهم حقيقي فهي ملهاش اي ذنب باللي حصل.
حصل. وفي الوقت ده بيتفاجئوا بادم داخل مع ابوها للمكان وبيقدم اللي بيثبت ان مرات عمه واعمامه هم اللي ورا وفاه ابوهم، وان والد ليزا كل السنين دي كلها كان مختفي علشان يلاقي القاتل. وفي النهايه بيتقبض عليهم والخطوبه بتكمل وبيعيش تشانج وليزا حياه سعيده مع باقي العيله. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده.